مرحبا بكم، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة وكل عام وأنتم بألف خير. انتهت منذ قليل مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بالتعادل 3-3. الدقيقة 4، أوناي لوبيز يسجل هدفا مبكرا لفاليكانو بضربة رأس من عرضية مميزة من دي فروتوس لتصبح النتيجة تقدم فاليكانو 1-0. 4، ضغط فاليكانو وحاب الدقيقة 8، فاليكانو يواصل الضغط على الريال وكورتوا يخرج من منطقة الجزاء ويشتت الكرة قبل أن يصل إليها دي فروتوس والنتيجة تقدم فاليكانو 1-0. الدقيقة 18، فاليكانو يحاصر الريال في نصف ملعبه وعرضية أرضية خطيرة لدي فروتوس الذي سدد فوق العارضة والنتيجة تقدم فاليكانو 1-0. الدقيقة 13، أوغوستو حارس فاليكانو يتصدى لأول هجمة لريال مدريد ويحول تسديدة رودريغو في الزاوية الضيقة إلى ضربة ركنية والنتيجة تقدم فاليكانو 1-0. الدقيقة 18، فاليكانو يعاود الهجوم على الريال وتشواميني يتصدى لعرضية خطيرة ضمن سلسلة هجمات متتالية على مرمى كورتوا والنتيجة تقدم فاليكانو 1-0. الدقيقة 20، فاليكانو يستغل خطأ من رودريغو ودي فروتوس كاد يسجل لولا تدارك رودريغو الخطأ وتشتيته الكرة والنتيجة تقدم فاليكانو 1-0. تقدم فاليكانو لحظة الدقيقة 36، عبدول سليمان يسجل الهدف الثاني لفاليكانو بضربة رأس متقنة من ركنية نفذت بشكل جيد لتصبح النتيجة تقدم فاليكانو 2-0. الدقيقة 36، 43 دقيقة، فالفيردي يسجل هدف تقليص النتيجة لريال مدريد بتسديدة صاروخية من نحو 30 مترا لتصبح النتيجة تقدم فاليكانو 2-1. 40 دقيقة، ريال مدريد يضغط لتعديل النتيجة والمدافع يدفع جولر داخل منطقة الجزاء والحكم يشير باستمرار اللعب والنتيجة تقدم فاليكانو 2-1. 45، بيلينغهام يسجل هدف التعادل للريال مدريد بضربة رأس متقنة من عرضية مميزة لرودريغو لتصبح النتيجة التعادل 2-2. ردع بنا نهاية الشوط الأول منذ ساعة 1:23:50 بتوقيت مكة المكرمة. الحكم ينهي الشوط الأول للمباراة والنتيجة التعادل 2-2. الدعاب بداية الشوط الثاني منذ 57 دقيقة 0:05 بتوقيت مكة المكرمة. انطلاق الشوط الثاني للمباراة والنتيجة التعادل 2-2. الدقيقة 50، الفريقان يستهلان الشوط الثاني بتبادل للهجمات دون خطورة على المرمى والنتيجة التعادل 2-2 للساعتان. الدقيقة 50، الفريقان يستهلان الشوط الثاني بتبادل للهجمات دون خطورة على المرمى والنتيجة التعادل 2-2. 250، جولر يسجل لريال مدريد والحكم يلغي الهدف بداعي تسلل اللاعب التركي الذي اصطدم بالحارس وسقط على الأرض لتلقي العلاج والنتيجة التعادل 2-2. الدقيقة 55، رودريغو يسجل الهدف الثالث لريال مدريد بتسديدة قوية لتصبح النتيجة تقدم ريال مدريد 3-2. بالدقيقة 68، لبي أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يدفع بالبديل فينيسيوس بدلا من براهيم دياز في محاولة لتعزيز التقدم والنتيجة تقدم ريال مدريد 3-2. الدقيقة 63، إسحاق بلازون يسجل هدف التعادل لفاليكانو في مرمى ريال مدريد لتصبح النتيجة التعادل 3-3. لعجري نهاية المباراة منذ 43 دقيقة 23 بتوقيت مكة المكرمة. صالح الشرن التعادل 3-3.